خبر جميل لكل متابعيني من دولة العراق الشقيقة إن فعلا دلوقتي فتح التقديم على بطاقة الفرصة في العراق، والرابط بتاع كل المساعدات المطلوبة هسيبهولك في الديسكريبشن وهكلمك عنه النهاردة. وبشرة خاصة وسارة جدا برضو بالنسبة لمتطلبات الحساب المغلق للي بيقدم في السفارة الألمانية في العراق. ايه الخبر الجديد؟ هقوله لكم ان شاء الله لما نوصل لحتة الحساب المغلق في ألمانيا، مع ان انا هشرح لكم من على الموقع الرسمي للسفارة في العراق بالظبط ايه متطلبات والشروط عشان تفهموا برضو لو في اختلاف عن اللي انا قلته في مصر في الحلقة اللي فاتت. من يومين تقريبا اتكلمت عن مصر وازاي تقدم من مصر والشروط والمتطلبات. النهارده هكلمكم ان شاء الله هنقدم ازاي من العراق. جالي كمية بصراحة كومنتات كتيرة جدا: يا مصطفى لو سمحت اعمل لنا برضو زي مصر كده اعمل لنا العراق. فكرت ان انا برضو اشوف من البلاد العربية اخواتنا يقدروا ازاي يقدموا من بلادهم على بطاقة الفرصة. وهبتدي بالعراق، واكتبوا لي في الكومنتات لو انتم محتاجين من اي بلد تاني اتكلم عليه. عيوني ليكم انتم. اول حاجة نبتدي بيها هي التقسيمة نفسها، الحالة رقم 1 والحالة رقم 2. الحالة رقم 1 لكل الناس اللي تعرف انها تثبت ان الشهادة بتاعتها مكافأة للشهادة الألمانية، وده عرفنا ازاي نعمله من على موقع انابن. ازاي تروح لداتابيز قاعدة البيانات في ألمانيا وتشوف الشهادة بتاعتك. الجامعة واخدة اعتراف في ألمانيا اتش بلس، لو هي اتش بلس يبقى معترف بيها. طب الشهادة بتاعتك وهي كمان واخدة حاجة اسمها انش بخشت او جلايش فيرتش، لو واخدة الاسمين دول ده معناها ان هي مكافأة للشهادة الألمانية. فلو الشرطين دول اتطبقوا ده معناه ان المؤهل الدراسي بتاعك معترف بيه في ألمانيا، وتقدر تقدم مباشرة على الاوبشن رقم 1 او الاختيار رقم 1. وفي حالة انك انت الجامعة بتاعتك واخدة مش اتش بلس، اتش بلس ماينس، يبقى هي قابلة انك انت تقدم على اعتراف في ألمانيا. تقدر في الحالة دي بخطوات بسيطة في الفيديو اللي أنا قلته دوت عن الاعتراف إنك تقدم على ان ايركانون في ألمانيا، تستنى فترة 3 شهور وبيردوا عليك كل التفاصيل التانية من خطوات أنا قلتها في الفيديو. مجرد ما عملت اعتراف تقدر برضو تقدم في اوبشن رقم 1. يبقى كده بقى الاعتراف ده معناه إن مؤهلك برضو ينفع يشتغل في ألمانيا. ونستثني من القصة دي المهن الطبية، إن هما بيبقى عندهم معادلة خاصة لمزاولة المهنة لازم يعملوها عشان يبقى المؤهل بتاعهم الدراسي يكافئ المؤهل الدراسي الألماني، ويقدروا بعد كده بامتحان مزاولة المهنة إن هم يشتغلوا في ألمانيا. فنستثني المهن الطبية من الكلام اللي احنا بنقوله. ليهم طريق تاني هتكلم عنهم هم بشكل خاص في فيديو منفصل بإذن الله. وكل بقى الأشخاص اللي معهمش شهادات مكافأة من الشهادات اللي على موقع أنابل، بمعنى كل الأشخاص اللي بس خدوا شهادات من جامعات أو معاهد أو أماكن معترفة فقط في بلد الأم، وهنا بتكلم على بلد الأم العراق، لكن غير معترفة في ألمانيا، غير معروفة في ألمانيا، غير موجودة على موقع أنابل، وعلى الأقل يكون واخد تدريب مهني فيها سنتين، ما يبقاش أقل من سنتين، يقدر برضو يقدم على الاعتراف في ألمانيا ويعترفوا بالشهادة بتاعته. وفي الحالة دي لازم يقدم اوبشن رقم 2 أو حالة رقم 2. وفي الحالة دي هو بيخش على نظام النقاط اللي لازم يجمع فيه 6 نقاط رئيسية على الأقل. كل ما بتزود من عدد النقاط كل ما بتزود من فرصتك إنك أنت تتقبل أكتر وأكتر. وهو ده اللي كاتبينه بالظبط في بداية الورقة بتاعة استمارة البيانات والمستندات على موقع السفارة الألمانية في العراق. وهنعيد برضو نقطة إن في أوراق رئيسية، مستندات رئيسية، سواء أنت حالة أولى أو حالة تانية لازم هتحضرها. اول حاجه كاتبينها لك هنا هي الابلكيشن فورم او استماره الفيزا اللي المفروض هنملاها على موقع فيدكس. تاني واحده اللي هي صوره شخصيه محققه الشروط البيومتريه، بايومتريك فوتو، يعني محققه الشروط البيومتريه، خلفيه بيضاء، ما تكونش اتاخدت اكتر من 6 شهور فاتوا، 3.5 في 4.5. كل دوت شروط لازم تكون موجود في الصوره بتاعتك. وباسبور ليك انت، الباسبور بتاعك، ويكون فيه على الاقل صفحتين فاضيين، ونسخه من الورقه اللي فيها البيانات على الباسبور بتاعك. وطالبين منك هنا كفر ليتر او هو موتيفيشنال ليتر تكتب فيه الدافع والخطه بتاعتك ان انت هتيجي المانيا تعمل ايه بالظبط. انا جاي يوم الفلاني او هاجي من الشهر الفلاني، عندي خطه رقم 1 2 3 شركات هقدم عليها، والشركات ديت في مجالي بتقدم كذا وظايف في المجال ومناسبه ليا، وانا عندي بوتنشال ان انا فعلا هتقابل في الشركات ديت. وتكون عامل خطه كويسه قوي في الموتيفيشنال ليتر بتاعك والخطاب التحفيزي بتاعك. حتى هما كاتبين لك بالنص هو تكتب ايه في الموتيفيشنال ليتر او الخطاب الحافز او الرساله الدافعه. اي مسمى فيهم هي نفس الحاجه. لازم تكتب بشكل واضح جدا الوظائف اللي انت ممكن تشتغل فيها،
في ألمانيا، واللي انت مهتم انك انت تروح تشتغل فيها وتحول الإقامة بتاعتك من فيزا بحث عن عمل لفيزا عمل. ايه الشغلانات بالظبط وايه المجال بتاعك اللي انت عايز تيجي تشتغل هنا في ألمانيا فيه؟ لازم توضحه جدا. فين عايز تقدم وفين عايز تقيم في ألمانيا، دي برضو لازم توضحها، وتوضح بالظبط السكن بتاعك هيكون فين، ومعاه كمان هتصرف منين، الاتنين. وبعد كده الورقة اللي بعديها هتبقى عبارة عن سيرة ذاتية أو سي في، وتعملها في هيئة تيبل. وأنا قلت برضو إن الموضوع بسيط جدا لما تعمله عن طريق يوروباس. الموقع ده شهير جدا للتقديمات على ألمانيا، سواء حتى مش بس فيزا، ممكن تقدم عليه وظائف، حتى ممكن تكتبه بالألماني بشكل لذيذ، وأنا قلت ونبهت عليه برضو في الفيديو دوت. ونيجي بقى للنقطة الحلوة، النقطة اللي أنا بصراحة انبسطت قوي لما سمعتها، وكنت حزين امبارح في مصر إن مفيش غير أوبشنين بس. أول واحدة اللي هي البلوكد أكاونت، حساب مغلق في ألمانيا ب 1027 يورو في الشهر لمدة 12 شهر، يعني 12324 يورو بالمجمل. تعمل بلوكد اكاونت بيهم سواء بقى في بنك فينتيبا، وانا برضو حاطط لك كود في الديسكريبشن وهتلاقيه ظاهر دلوقتي. الكود دوت لو استخدمته هتاخد 25% خصم على فتح حساب في شركة فينتيبا. هتلاقي في الوصف اللينك بتاع شركة فينتيبا، وموجود معاه كمان الكود. موضحين برضو على السفارة الألمانية في العراق إن الحساب المغلق نفس الفكرة، ما ينفعش إنك تروح الميعاد وأنت تكون جايب لهم بس تأكيد بفتح الحساب، لا، لازم تجيب تأكيد بإن الفلوس اتحولت للحساب واتعمل لها بلوجت. وأول لما أنت بتكمل الرقم اللي هو 12324 يورو، أول لما بتحولهم للبلوجت أكاونت، فينتيبا أو أي شركة نفس النظام بتعمل لك ليهم بلوجت، بتحجزهم ان انت ما ينفعش انك انت تطلع منهم فلوس غير لما تيجي المانيا وينزل لك كل شهر 1027 يورو. وفي الحاله دي لما انت تعمل لهم بلوجد هيبعتوا لك في نفس التوقيت تاكيد ان هم اتعمل لهم حظر، وساعتها بتاخد التاكيد ده وتاخده معاك الميعاد في السفاره. فانت لو رحت الميعاد بانك فاتح بس حساب ما حولتش لسه الفلوس، مش هيقبلوا بالنقطه ديت. ركز في الحته دي كويس عشان ما تروحش وللاسف يروح عليك ميعاد وانت تكون منتظره بقالك فتره طويله. والنقطه التانية كانت ضامن مالي، وده اللي شفناه لما بتيجي تقدم على بطاقه الفرصه في مصر. ضامن مالي يكون عنده محل اقامه دائم في المانيا، دخله كويس، يقدر يعمل لك بجانب مصاريفه هو ومصاريف اسرته، يبقى من دخله في قيمه مبلغ يعرف ان هو يعمل لك بيها ضمانه او كفاله هنا في المانيا. القصه دي انا اتكلمت عليها في فيديو سابق برضو، ممكن تاخد فكره. الحاجه بقى التالتة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلناها قبل كده، لو انت لقيت في المانيا نيبن جوب، اللي هي مكتوبه بالظبط هنا سايد جوب، شغلانه دوام جزئي في اي مجال، مش في مجالك انت، في اي مجال، وعمل لك بيها عقد انك هتبدا من يوم ما انت تيجي المانيا فيها، ساعتها تاخد العقد دوت ويبقى بديل الحساب المغلق. مش محتاج يا سيدي انك تعمل اي حساب مغلق ولا تعمل ضامن مالي، مجرد ما جبت عقد في المانيا، في مطعم، في لاجا، في مستودع قصدي، في مكتب بريد، في شركة، في مجالك حتى، لو جبت اي عقد عمل دوام جزئي 20 ساعة في الاسبوع مغطي الرقم اللي هو 1027 يورو دوت، ساعتها انت تقدر تقدم بيه في السفارة ويقبلوك كمصدر تمويل ليك وكمصدر دخل ليك هنا في ألمانيا. كاتبين بالنص اهوت secondary employment أو نيبن beschäftigung. لو انت عندك عقد شغل دوام جزئي في ألمانيا، تقدر تثبت ده بعقد عمل اللي هو يبين انت بتشتغل في كام ساعة في الأسبوع وبتقبض كام في الشهر. تقدر بالعقد دوت انك انت تثبت انك انت عندك مصدر مالي هنا في ألمانيا اثناء اقامتك في البحث عن العمل. وبالنسبه للحوار بتاع ازاي انك تلاقي عقد عمل قبل ما تيجي المانيا كبارت تايم، انا بجمع معلومات دلوقتي عشان اقول لك بالظبط هتعمل ايه عشان تلاقي عقد عمل بارت تايم 20 ساعه في الاسبوع يكون بديل للحساب المغلق. اخر مطلب رئيسي او مستند رئيسي هو التامين الصحي اللي هو بيسموه incoming insurance، اللي تقدر بيه تخش ألمانيا أو دول شنجن، ويغطي، وركز في النقطة دي كويس، يغطي تكلفة 30,000 يورو كحد أدنى من المصاريف لو تعرضت لحادثة أو تعرضت لأي مشكلة. وهنا تغطيته 30,000 يورو، ولكن تكلفته هو بيبقى حاجة بسيطة، 40 50 60 يورو، 30 يورو، حاجة زي كده. ما بيبقاش تكلفته عالية جدا، يعني تكلفته اللي هتكلفها انت 30 يورو، 40 يورو، 50 يورو، حاجة زي كده. والتغطية بتاعته ان هو لو لا قدر الله حصل لك حادثة في ألمانيا او مشكلة في ألمانيا ولازم تروح المستشفى، حاجة جامدة يعني، مش اي حاجة، مش تروح لدكتور او كده، لا، حاجة جامدة، يغطيها لك لحد 30,000 يورو على الأقل. وانا هبعمل فيديو ازاي تعملوه برضو في المستقبل القريب.
هنا بقى بعد كده مقسمينها تقسيمه كده بسيطه. اول حاجه ان انت لو انت في اوبشن رقم 1 وانت عندك كواليفيكيشن معترف بيها في المانيا، يعني انت واخد يا اما تدريب مهني في المانيا، او واخد درجه علميه بداخل المانيا، او انت الجامعه بتاعتك او الشهاده بتاعتك معترف بيها في المانيا، انا اقصد هنا الشهاده الدراسيه، او انت واحد عندك شهاده عمليه وعملت اعتراف بالشهاده العمليه بتاعتك هنا في المانيا، او بيقولوا عليها الشهاده المهنيه، وده برضه هعمل عنه ان شاء الله فيديو في المستقبل ازاي تعترف بالشهاده العمليه وليس الشهاده الدراسيه. ولو انت الجامعه بتاعتك معترف جزئيا بيها في المانيا اتش بلس ماينس، او الشهاده بتاعتك غير مكافئه للشهاده الالمانيه، في الحاله ديت انت بتعمل فيها اعتراف من على منظمه زاب سيت اب بي، وبتقدم نتيجه الاعتراف دوت معاها. ولو انت من المهن الطبيه او مهن محتاجه مزاوله مهنه او معادله مزاوله مهنه او امتحان مزاوله مهنه، لازم تجيب اثبات انك معاك تصريح انك انت ينفع تزاول المهنه هنا في المانيا. لو انت واحد من اللي انا قلتهم دولت، هتجيب شهاده الجامعه بتاعتك موثقه ومصدقه من السفاره، وتجيب شهاده الدرجات كمان تجيب لو الجامعه بتاعتك معترف بيها في المانيا مع موقع انابل، تعمل داونلود للورقتين اللي قلت لك عليهم في الفيديو اللي فات. وهنا ما اتكلموش خالص على اي شرط للغه. طب في حالة لو انت في الحالة رقم 2 معاك انت او سبيلدونج او تدريب مهني بس اجنبي مش معمول في المانيا على الاقل سنتين، لو انت جامعتك او شهادتك انت معترف بيها فقط في بلدك، هتجيب برضو اعتراف من منظمة زاب. لو انت شهادة بتاعتك المهنية معترف بيها جزئيا، ودي هنشوفها ازاي تعملها، وتجيب برضو شهادة الجامعة بتاعتك أصل وصورة، وهي أكيد مش هتبقى موجودة على موقع أنابن في الأوبشن رقم 2، يعني مش هتبقى موجودة في الداتابيس بتاعت ألمانيا. ففي الحالة دي أنت بتجيب حاجة مكافأة ليها، يعني أنت لو واخد مثلا هندسة كمبيوتر في معهد مش معروف في ألمانيا، ساعتها هتقول لهم أنا واخد مثلا هندسة كمبيوتر زي هندسة كمبيوتر في معهد كذا اللي هو معروف في ألمانيا، فأنت هتجيب لهم حاجة مكافأة زيها شبهها يعني في موقع أنابن، حاجة شبيهة. وانا وضحت النقطه ديت برضو وانا بكلمك على الفيزا بتاعت مصر ازاي بتقدم من مصر. في الحاله ديت لازم تقدم عندك معرفه باللغه الالمانيه على الاقل مستوى A1، تقدم شهاده اللغه بالاصل والصوره برضو، وممكن تقدم كبديل او مع اللغه الالمانيه انك انت عندك مستوى انجليزي B2 على الاقل. وبالنسبه للاوبشن رقم 2 بيخش طبعا في قصه تجميع النقاط، فساعتها لازم تجيب دلائل على موضوع انك انت تجمع النقاط بتاعتك. والدلائل دي بخلاف اللي احنا قلناه قبل كده، يعني في نقاط هتجمعها من الجامعة بتاعتك، في نقاط هتجمعها من سنك مثلا، ده هيعرفوه اكيد من الاوراق اللي انت هتقدمها، ولكن في بعض الاوراق تانية زيادة لازم تقدمها عشان تزود لك نقط لو انت عندك في نظام النقاط، وهي دليل على انك انت عندك اي شهادة خبرة في اخر 5 او 7 سنين، وتجيب معاها ما يثبت انك تكون شغال في الشركة ديت، كل حاجة اصل وصورة، ما يثبت من الاتش ار ان انت كنت شغال معاهم مثلا من 3 4 سنين فاتوا، كل دوت لازم تجيبه اصل وصورة. ولو انت اقمت في المانيا في اخر 5 سنين لمدة 6 شهور بشكل متواصل مش مقطع، بشكل متواصل بدون حساب الفيزا بتاعت الزيارة او السياحة، تقدر تقدم برضو اثبات للحاجة زي كده بفيزا مثلا تكون خدتها او باقامة تكون خدتها اي فترة قعدتها في المانيا لمدة 6 شهور على الاقل بشكل متواصل، تقدمها برضو مع الفيزا بتاعتك. ولو انت مراتك او زوجتك او زوجك انت هيقدم معاكي برضو في نفس الابليكيشن بتاعه بطاقة الفرصة وهو عنده مؤهلات، برضو يثبتها باصل وصورة مؤهلاته هو عشان تقدري انت او انت تاخد نقطة زيادة. ولو انت اجنبي ومقيم في العراق وعندك اقامة في العراق، برضو تجيب الاقامة ديت وتقدمها في نفس الميعاد. يعني التقديم في العراق مش بس المواطنين، برضو المقيمين في العراق من الجنسيات الأخرى ممكن برضو بإقامتهم يقدموا على الفيزا بطاقة الفرصة. وكان بالك معلومات في الآخر مهمة جدا، إن المستندات اللي هي إنجليزي ولا ألماني لازم يتم ترجمتها للألماني أو الإنجليزي. حجز الطيران غير مطلوب للنوع ده من الفيزا، ومكتب التأشيرات من حقه إن هو يطلب منك أوراق تانية بحيث يتأكد أكتر من تقديمك للفيزا. وكل المستندات اللي هي المطلوبة بتاعت فيدكس ازاي تملاها، او كل المستندات اللي مطلوبة من السفارة مفيش فلوس ليها، مجانية، فمحدش يخدعك ويقول لك مثلا انا هديك استمارة الفيزا بفلوس، لا، مفيش حاجة اسمها كده. ولو في حالة ان الفيزا اترفضت مفيش انك ترجع فلوسك اللي انت دفعتها بتاعت الفيزا اللي هي هتبقى 75 يورو، كاتبين هنا بعملة الدولار الامريكي. وبالنسبة للمواعيد
بتتعمل عن طريق اونلاين سيستم، ما تقدرش تعملها بالتليفون، وبتقدر تعملها عن طريق الرابط اللي انا هسيبهولك برضو في الديسكريبشن، تقدر تخش عليه وتحجز ميعاد ليك انت. كل المعلومات ديت انا بهديها لاخواتي في العراق، وان شاء الله باذن الله هتابع كومنتاتكم على الفيديو واشوف بالظبط انتم محتاجين اعمل عن انهي سفارة او انهي تقديم من انهي بلد، وان شاء الله هعمل لكم في المستقبل لكل البلاد العربية الاخرى الحبيبة على قلبي. اتمنى كل الناس اللي اتفرجت عليا تكون استفادت من الفيديو، استمتعت بيه، ولو انت عندك اي اسئله حطها لي برضو في الكومنتات وانا هتابع، وان شاء الله لو عندي الاجابه هتلاقيني جاوبتك باذن الله. كل التوفيق والنجاح لكم فيما هو قادم. لو انت وصلت معايا الحته دي ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، واخر حاجه تعملها انك تفعل زر التنبيهات عشان دايما لما ينزل فيديو يكون جالك اشعار تعرف ان انت في معلومه او حاجه ممكن تكون مهتم بيها تكون ناقصالك تعرفها من عن طريق الفيديوهات اللي بتنزل. دايما في امان وسعاده يا شباب. سلام احلى ناس واجمد ناس واعز ناس. سلام يا شباب.